قتل القتيل ومشى بجنازته. هذا المثل بينطبق على القضية اللي صارت من يومين بلبنان، وتحديدا محافظة جبل لبنان حارة الناعمة. هناك كان في شاب سوري الجنسية عمره 47 سنة، رح نسميه باسم حمد. حمد كان جاي زيارة لعند أخوه، وهو بالحارة بيلفت نظره بنت صغيرة عمرها 8 سنين واللي كان اسمها ختام. كانت ماشية هي وأخوها اللي عمره 6 سنين، يقال إنهم رايحين على الدكان. حمد انجذب لختام، كيف ليش لا تسألوني. المهم إنه انجذب لإلها وقرر إنه يستدرجها، وبالفعل قدر إنه يستدرجها ويستدرج أخوها على شط بمنطقة دامور. هناك ضرب ختام على راسها واعتدى عليها، ومن بعد ما اعتدى عليها وقتلها حطها بين القصب، وبعدين حط عليها حشيش وحط فوقيها أحجار. من بعدها انتقل لأخوها اللي كان شايف كل إشي وكان قاعد بيصرخ. راح لعنده وضربوا على راسه وضربوا ضرب كتير قوي، بعدين حملوا ونقلوا على الجهة الثانية من شط دامور ورماه بالبحر، وروى على الحارة ولا كأنه عامل إشي. طبعا المنطقة كانت كلها قلبة قلابة قاعدين يدوروا على ختام وأخوها، وهو بلش يساعدهم إنهم يدوروا عليهم عشان يبعد التهمة عن حاله، حتى إنه بلش يسأل كيف بقدر أنشر بوست على الفيسبوك أحكي عنهم، أبلغ الناس بلكي حدا شافهم. بهذا الوقت نفسه بعد شوية ساعات، تحديدا الساعة 10:30 بالليل، سبحان الله، بهذا الوقت أخو ختام الصغير الله كاتب له عمر وبينجو من هاي الجريمة، بيطلع من البحر وبيتوجه على الأوتوستراد، وعلى الأوتوستراد بيشوفوه ناس وبينقلوه لعند الشرطة. الولد لما حملوه كان مصدوم وكان مخدوش، كان مضروب على راسه. كانوا يسألوه شو صار لك، وين أختك، شو اللي صار، بس الولد كان صامت ما عم بحكي ولا إشي. بيوصل خبر لحمد إنه الولد طلع مباشرة، بيروح على المكان هو على أساس إنه ملهوف عليه بده ياخده. نيته يقال إنه كانت بده ياخده عشان يخلص عليه، بس الولد طول هالفترة كان ساكت. أول ما شاف حمد دخل أشر عليه وحاكى هاد هو اللي عمل فينا هيك. حمد كانت ردة فعله الصدمة، وكان يضحك ويحاول يبعد عن حاله الجريمة، بس بما إنه الطفل شهد ضده الشرطة مباشرة ألقت القبض عليه وبلشت التحقيقات معه. وبخلال هذا الوقت انتقلوا على شط دامور عشان يدوروا على جثة ختام. بهذا الوقت بيكون في مجموعة شباب قاعدين بيصطادوا، وبيوقع العصفور على الشط، بيروحوا لعنده عشان يشوفوه، وهناك بيتفاجئوا بكوم حجر تحتها إيد طالعة لابسة سوارة. مباشرة بيبلغوا الشرطة بتيجي وبتتأكد إنه هاي هي جثة ختام. بعد التحقيقات مع المجرم حمد اعترف بكل هاي التفاصيل. جريمة ما في عليها أي تعليق، إلا إنه هاد حيوان بشري، وانتبهوا لأنه اللي مثله منتشرين كثير هاي الأيام.